إذا الكاف هتساوي 11 ودي الإجابة بتاعتها. السؤال ده فكرته حلوة لأن بيقول لك قذف جسم من ارتفاع مبنى وصل إلى الأرض والمبنى ده ارتفاعه 64 متر، الإزاحة هنا هتبقى بالسالب، لأن أنا لو عندي المبنى كده ده ارتفاعه 64 متر، جسم قذف لأعلى ثم نزل لمستوى الأرض، فالإزاحة اللي نزلها هنا فيها تساوي كام؟ ال 64 تبقى الإزاحة بتاعتك سالب 64. وصل إلى الأرض بسرعة مقدارها، خلي بالك مديلك مقدارها 96، يبقى السرعة بتاعتك سالب 96 متر كل ثانية. ليه بالسالب؟ هي دي الفكرة بتاعت السؤال، لأن هو غير اتجاهه نازل، احنا فرضنا الاتجاه الأعلى موجب، إذا لأسفل هتبقى السرعة بالإيه؟ بالسالب. بناء على دول هبدأ أحل السؤال بتاعي. هو عطالك ر، طب ما احنا نجيب الف هي عبارة عن ر ناقص ر صفر، صح كده؟ هو قال لك وصل بسرعة مقدارها، يعني معنى كده الف ر ناقص ر صفر هتديني برضو 80 نون ناقص كاف نون تربيع، دي الف دي بتساوي كام؟ بتساوي سالب 64، يعني معنى كده 80 نون ناقص كاف نون تربيع هتساوي سالب 64، ودي ده الطرف اللي هناك يبقى كاف نون تربيع ناقص 80 نون ناقص 64 يساوي صفر، ودي المعادلة الأولى بتاعتك. هات المشتقة بتاعت الف تدي لك السرعة، يعني معنى كده العين هتساوي د ف د نون، هات مشتق دي هتديني 80 ناقص 2 كاف نون. هو بيقول لي السرعة بتساوي كام؟ سالب 96، إذا معنى كده 80 ناقص 2 كاف نون هتساوي سالب 96، طلع دي بره كده، إذا سالب 2 كاف نون تساوي سالب 176، اقسم على سالب 2، إذا كاف نون هتساوي 88، وناخد المعادلة دي رقم 2، دي رقم 1 ودي رقم 2. إذا كاف نون بتساوي 88، ناخد الكاف نون من هنا ونعوض فيها، يعني معنى كده كاف نون اللي هي 88 في نون، لأن كاف نون تربيعها عبارة عن كاف نون في نون ناقص 80 نون هتساوي 64، 88 نون منها 8 يبقى 8 نون ب 64، إذا النون هتساوي كام؟ 8. جبت النون ب 8 أعوض هنا، إذا كاف في 8 هتساوي 88، إذا الكاف هتساوي 11 ودي الإجابة